اللي هتشوفوه ده اجدد طريقة. هو انت هتعملي ايه في قفا البت؟ سيبي قفاها. بتحطي التليفون عشان تغشي؟ حطيتي شعرها هتفليها ولا ايه؟ غشاشة. كفاياكم غش بقى، حرام عليكم بقى، اتقوا الله شوية يا جماعة. كل شوية غش 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 وحاجات كتير، ايه هم ما يتلم. اتقوا ربنا فينا، حرام 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 حرام. مش عارفة احل، مش عارفة. اي غشاشة. شايفين بقى الطريقة؟ شايفين؟ نعمة الله بليز اديني سؤال بليز يا اختي. هي لسه بدأت عشان تديكي سؤال يا اختي، ده هي لسه بتعرف. عارفين انتوا النوعية دي نوعية كده. انا ما حلتش حاجة يا ستي. اللجنة لسه بادئة يا ستي، وانت لحقتي تحلي؟ اقري الاسئلة يمكن يجيكي الوحي ولا حاجة وتلاقي نفسك عارفة تحلي. ارجوكي السؤال الاول يا بنتي. انت لحقتي تستلمي الورقه؟ النوعيه دي موجوده في كل لجنه بجد والله العظيم. اول ما يمسكوا الورقه كده هما ما قروش تقريبا. هو اكيد ما قروش. يعني ايه السؤال الاول؟ هسقط والله. طب يا بنتي نقرا الاسئله. طب مش من اولها كده يعني؟ مش عايزين يعني الناس تبقى عينيهم مفتحه علينا. مش من اولها هنغششك. اهدي يا ماما. لا، حد يساعدني، حد يقول لي هعمل ايه. انا لو سقطت امي هتتطلق، ابويا معرفش ايه، اختي هيجيلها معرفش ايه، حاجات كده. طب احنا مالنا؟ ما تذاكري، ذاكري يا ماما. يعني احنا مالنا؟ نعمل ايه؟ والله دي حاجة بتبقى اخر مسخرة. تيجي بقى تبص على الورقة شوية كده، مراقبة. ما بتحليش ليه؟ فكر في الأجوبة والأسئلة وفي الحاجات دي كلها. أمال انت فاكرة يعني الحاجات دي بتيجي بسرعة كده؟ لا طبعا. ازاي؟ لازم العقل يشتغل ونفكر ونراجع. احنا مذاكرين 800 صفحة ولا حاجة. هل انا هفتكر ال 800 دول في ثانية كده؟ لا طبعا. ازاي؟ لازم اخد وقتي يا طنط المراقبة. انتي سيبيني براحتي. خارجين مبسوطين بقى. ما غششتنيش ليه يا بيت؟ اصلي ما عرفتش اغششك. صح بتقولوا لبعض كده اهو. صح صح. انا متوقعه تقولوا لي. هروح اقول للناس ان انتي غشاشه. يا غشاشه يا غشاشه. هي بقى بتقول لها ايه؟ الامتحان كان هايل، مبهر، هايل. لا يمكنني اوصفك، لا يمكن ان اوصف لك هذا وهذه وهذان. مبسوطين؟ مبسوطين بالغش؟ نتقابل في الامتحان بتاع بكرة بقى. ما يعني اوعي ما تجهزيش الغش. يعني احنا كلنا معتمدين على قفا البت اللي قدامك والموبايل. كلنا معتمدين على هذا. فانتي لو مش محضرة نفسك كلنا هنروح في ده. يا اختي يا اختي يا اختي. طبعا بقى ايه بت بقى ايه ده؟ هو انتي مالك؟ في ايه؟ خايفة ليه يا بت؟ مالك كده؟ في ايه؟ انتي مش ساكنه هنا اصلا؟ عارفه انا الحركات دي. تبقى يا عيني بقى ايه قايله لهم ان هي مبسوطه وابوها غني وما اعرفش ايه، وساكنه في واو، في حته واو. طب هنوصلك. يقوموا موصلينها في المكان اللي هي المفروض قايله عليه، وبعدين تقوم ماشيه بقى وتتبهدل في المواصلات علشان اصلا هي مش ساكنه في المكان ده، وعلشان هي بنت غلبانه وبنت فقيره وبنت كيوته. ويقوموا بقى ايه؟ ازاي نصاحبها؟ فده جهل بعينه. يعني دايما بيعاملوا الناس على المستوى المادي والمستوى اللي هو باباكي شغال ايه، شغال كذا. لا دي شغلانه مش قد المقام. قايله لهم ابويا شغال كذا، شغلانه عريقه، شغلانه كبيره بقى وحاجه حلوه. واو. انتي كده تقدري تخشي في حياتنا وتقدري تبقي صديقتنا بما اني داد شغال في شغلانه حلوه. لو داد شغال في شغلانه كده وكده، سوري مش هتقدري تبقي صديقتنا. هتصاحبي يعني الوزير؟ انا اعرف هتصاحبي يعني اللي ما في 60 داهيه. هنصاحبهم ليه؟ انا بكره قوي الناس اللي بتبص للماده وبتقيم الناس على الماده. يعني اللي هي دي معاها فلوس خلاص اصاحبها، دي مش معاها فلوس لا اصاحبها ازاي؟ يعني ما ينفعش ان انا اصاحبها. بكره قوي النوعيه دي. ان احنا نقيم الناس بنقيمهم من اخلاقهم ومن العشره اللي احنا عاشرناها لهم
ومن طريقتهم ومن جمال روحهم. مش نقيمهم هم عايشين في بيت عامل ازاي، مش نقيمهم هو ابوها شغال ايه ومامتها في مركز ايه، مش نقيمهم بالعربية اللي عند باباها ومعرفش ايه. مش ده التقييم. في ناس معاها فلوس لكن ما عندهاش حاجة مهمة قوي، الادب والاخلاق والروح الحلوة. في ناس معهاش فلوس بس غنية قوي 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 بقلبها وبجمالهم الطبيعي من جوه، الجوهر الحقيقي. فالتقييم عمره ما كان بفلوس ابدا، ودي انا دايما ببص لكده. واللي بيبص لغير كده بيبقى هو اصلا اصله جعان، والله العظيم هو يعني في الاصل هو جعان. كانوا ايوه هما بقى كانوا بيتفقوا على خروجه ان هما يخرجوها سوا، وهي يعني عايزه فلوس ومش لاقيه، فهي قاعدين في مطعم وبتاع بقى، وهي شايله هم يا عيني الفلوس وشايله هم كل حاجه وحزينه ومتضايقه. انا عايزه اقول لبنات كتير، ما تستعرضيش ابدا من شغلانه والدك مهما كانت شغلانه باباك دي ايه وشغلانه مامتك دي ايه. مش هم اكلوها بالحلال وطالع عينيهم مشقيانين علشانك؟ اوعي تستعرضي مهما حصل. ابوكي ومامتك اوعي تستعرضي منهم، هم كلوها بالحلال ونزلوا وتعبوا بالحلال وعلشان خاطر يخلوكي تدرسي وتبقي مبسوطة، فما تستعبيش. وهنا حصل اللي انا كنت لسه بتكلم فيه حالا، ان هي دلوقتي قالت لهم انا معرفش الست دي مين. فهنا تقهر امها وتحسس امها قد ايه ان هي ولا حاجة قدام بنتها، وان هي كسفت بنتها قدام صحابها وقدام بقى ايه الناس الغنية. والام طبعا حست احساس صعب جدا واحساس فعلا ما يتوصفش. فبلاش ان انتوا تستعاضوا، بالعكس فيها ايه، ايوه دي امي، دي ست الكل اللي وصلتني ان انا انجح وابقى في المدرسة دي او الكلية دي، او خلتني قادرة اعمل كل حاجة، واقوم ابص على ايديها او على ايد والدك وتقولي له ايوه هو ده سيد الناس، هي دي ست الستات وست الناس كلهم، انا لا يمكن استعاض منكم. ده الصح اللي يتعمل. لكن ان انت تستعاضي من اهلك فدي حاجة وحشة جدا، لان هم تعبانين علشانك، هم مش تعبانين عشان ما فيش يعني، لا هم تعبانين علشانك وعلشان اخواتك وعلشان يعيشوكي في مستوى كويس. ليه نستعاض؟ مش مستاهلة صدقوني.